هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا حبايبي فيديو اليوم واخيرا اجازتنا وراح نشارككم يومنا في رمضان في الاجازه. واليوم ماما عاملة أكلة ملوكية وكتير بنحبها. حتى انا كثير بحب. خلينا نشوف ماما شو عاملة فطرتنا لرمضان لليوم. وقبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تحطونا لايك شير سبسكرايب ويلا. يعطيهم العافية البنات. طبعا يوم إجازة، أخيرا أجا يوم إجازة هيك نقدر نستفيد منهم بالمطبخ. تمام، زي ما شايفين عندنا يوم إيش فطرتنا؟ ريش. شو هنعمل فيها؟ فتة. برافو. اليوم هنعمل فتة غزاوية، تمام؟ بريش الخروف. الريشة هذه طبعا هذه نص الريشة، نصها حطيتها بالفرن طبعا شمين الروايح، يعني انا بدها ساعتين. بدي اخذ المرقة من هان ورجعين بتقطع الليمون، سالي هتقطع البقدونس، ضايل ان احنا بدنا نقلي اللوز، تمام؟ وطبعا الطاولة انا جهزتها يعني، والشوربة طبعا موجودة بس هذا تسخين. الآن لجين قاعدة بتقلب في البصل والبهارات اللي ماما حطتهم. ورق غار، حبهان، وايش كمان يا رجاين؟ زيت زيتون. زيت زيتون، صح. ومعلقة سمنة حيواني عشان تعطي طعم أكثر، مع إنه هي لحمة خروف بدهاش دسامة كثير يعني، بس برضو تعطي طعم كثير حلو بالرز. والحين بدي احط اللحمه. يمه تتشوح طبعا شوية، أيوة سيبيها لحالها تتشوح. وهاي سالي قاعدة بدها تقطع البقدونس. هنزين آخر حاجة الفتة. عشان طعم زاكي، بيعمل طعم زاكي. بس تعمليه صغير. هاي هذا بدي تعمله زي على مرحلتين سالي. المرحلة الثانية هي هيك بنجمعه. لا شايفين يا حبايبي؟ طبعا هذا تقطيعي للبقدونس. اي حدا بده اني ازين له البقدونس اقطع له اياه زي ما قلت الصبح برمضان يتصلوا على سالي 0710 بالفرنسي 06 ويجي وقت اللوزات. يسلم ايديكي. طبعا زينا اهم شيء، هدول اخر شيء اساسا، هدول اهم حاجه لانهم بالاخر لحظات قبل الفطره بننساهم. عارفين والله. وطبعا هذه بنعملها هيك ايوه كلي. ولا هي لا هيك نحط يعني تمام. وهذا اجيب وهذا نجيب القلاية علشان نقلي المكسرات. يلا نحط السيرج. بسم الله. طبعا احنا بنستخدم مش السيرج غير في هذه الاشياء. يلا بننزل عليه بس مش هالقد، بعدين يعني نحطه هالقد على النار يحمى، بعدين نحطه عشان يعمل بش ونطلعه. يلا. وهاي سالي بدها تحمر اللوز. الان راح نحط ورق السيرج، هنا ورق الزيت النباتي على الصحن هيك علشان يمتص كل السيرج اللي راح نحطه لما هذا. وهالقد طبعا بدنا نحط اللوزات. بسم الله. استنى نجرب واحدة بس. اوكي لا الوضع تمام. طبعا هالقد اللمسة السحرية من ايدي اني اعمل هيك علشان يتغرق السيرج بالهذا ويستوي بسرعة. هي لجين قاعدة بتعمل الفلفل، قطعته وقاعدة بتحطه هنا. يعطيها العافيه رجاين. عشان نعمل دقه. برافو يلا. برافو يا رجاين. طبعا هيك خلطت الفلفل عشان نعمل الدقه. طبعا ضايل الاذان نص ساعه، والحين بدي اجهز مشروب السوبيا. طبعا هذا من مصر اشتريناه كثير بحبه بصراحه. حبايبي السوبيا هي عباره عن جوز هند ويعني هيك حليب، لازم تجربوه. المهم وهنا في ثلج. اول حاجه حنخلط الحليب بالسوبيا وبعدها نديره هنا. طبعا حبايبي الحليب ساقع عشان يعني المشروب اسكن لما يكون بارد. تقريبا حطيت 5 معالق والحين راح اخلط. حبايبي هيك بيكون جاهز مشروب السوبيا، والحين نحطه هنا في المية الباردة عشان يكون جاهز للفطور. والحين راح احطها هنا. نرجع نعمل كمان مقدار عشان نعبي الجنينة كلها. اخيرا جهز اللوز. طبعا الشيف سالي قاعد يرفعها، يا رب ما تحرقها بس. يلا سمي بالله. بسم الله. برافو عليك. يلا ايوه شدي اسرع لان اللوز روحه قصيره. حبايبي هاي بعد ما خلطت السوبيا الحين راح ارجع احطها على السوبيا اللي عملتها قبل. طبعا حبايبي الحين نسكره ونحطه في الثلاجة او في الفريزر لحد ما نبدا فطور. وطبعا هيني طلعت اللوزات اللي انا حمرتهم. شايفين كيف؟ تعرفوا كيف اللوز اللي انا بحمره بيطلع فنانه هي سوسو، فنانه بس. معدله سوسو معدله. تعرف الله يعطيك الصحه يا رب يا الله رب يعطيك حبيبه امها.
شطورة. ضل هيك يجري اجازات كتير عشان انبسط معاكم برمضان. على فكرة احنا بس بنستنى الاكل على الغاز، بس ضايل اللمسات الاخيرة. سالي جهزت اللوز والليمون والبقدونس جهزوا. هلقيت طبعا بدي اعصر الليمونات عشان نحطهم على الدقة. قولوا جايين. بدي اقشر الليمون عشان احطه مع الدقة. قولي الليمون. الصيام اصلا شفت بدي اقشر الثوم. الدقة لازم عليها توم عشان تطلع طعمها قوي هيك ونكهتها كتير حلوة. الله يعطيه العافية حمود، قرأ القرآن وأنجز فيه. نور المطبخ، نور. من دونك المطبخ بسواش يا عمري حبيبي. ريحناك اليوم، عملوا العصير وعملوا كل إشي، ما ضلش شيء. والسمبوسك اليوم طبعا مش هنعمل لأنه كل يوم سمبوسك الصراحة هيك. مقليات كتير 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 في رمضان بتنصحنا 10 كالوري. اساسا بنقلوش، احنا بنحطه بزيت الزيتون. بس برضو هو كله اللي بتبرر الصراحة. يوم وإنه ما بدناش نعمل سمبوسك وهيك بنعمل أكلة لحالها هيك نحس بأجواء هيك فلسطين وغزة. أنا شايفاكي سلمتي محمد العصير وأنتي قاعدة مشرف. ايديا مجروحة فعشان هيك العصير بأثر على الجرح. تمام. في سؤال كثير بيجينا من متابعينا أنا بدي أسأله. تمام. هو سؤال محرج شوية. سيروا رجعين إمتى تتحجبوا؟ إن شاء الله في أقرب وقت رح نلبس الحجاب ان شاء الله. وطبعا حبيبي يلي ما بيعرفش انه بفرنسا هنا ممنوع ندخل المدرسه في الحجاب، فلازم نشلح ونرجع نلبس ونشلح نلبس. فبأقرب وقت احنا رح نلبس ان شاء الله. هل حتحط الدقه هنا؟ حطها كلها هنا وزعها في الأربع صفون. راح اعمل التوم يعني افاصل. خلي محمد يفرم التومه ويحطوهم على الدقه. الله حبيبي كيف ما شاء الله الجو. طبعا الحين أذن الأذان، الحين راح نروح نشيك على آخر حاجات ونحط الأكل. صياما مقبولا وإفطارا شهيا. دعيتولي؟ لسه بدأت. أنا جايب تنسى تدعي لحالها أصلا. دعيتي عمري. ربنا يخليكوا ليكوا، ربنا يخليكوا ليا. الله يعطيك الصحة والعافية ويرضى عليكي وتجيب 10 من 10 في كل أكلة بتعمليها. يرضيكوا ويرزقكوا ويفتح عليكوا ويفتح لكم ابواب الرزق ويوفقكم بالعلم. طلع كيف. ربنا يعطيكم ويرضيكم ويرفعكم بالعلم درجات ان شاء الله ويحيي لكم ايش ما بتتمنوا بهالدنيا ويرضى عليك ويحبب خلقه. كانت ستي كانت تدعي لنا ستي ربنا يحبب خلقه فيكم، فانا بدعي لكم الله يحبب خلقه فيكي. ربنا يحبب خلقه فيكم انتوا يا اولادي حبيبتي يا ماما. طبعا هنا ماما قاعده بتحط الرز علشان تغسله ونحطه. جهزت ريش الخروف وهلقيت بدنا ننقلها على الصينيه، وهينا طلعنا طبعا الريش وهلقيت بدنا نقلبهم على ظهرهم. الله ما شاء الله شايفين كيف الشكل كثير حلو، ولسه اللي في الفرن خلينا نفرجيكم اياها. ماما بتدير الرز المغسول طبعا. هنا ماما قاعده بتملح الريش بس شويه يعني. طبعا حبايبي الدقه الفلسطينيه لازم اهم شيء نكتب فلسطينيه. دقه بنحط عليها من مرقه الريش صح؟ مرقه اللحم اللي بنشتغل عليها. هيك حط مغرفه بس وهيك جاهزه. شايفين زي هيك. هذا الصحن لإلي هذا الصحن برضه لإلي. مع انه بنحط عليها مرقه تطلع طعمها. ايوه بس انا بحس هيك ليمون. فهمتوا علي؟ بدها شيء حامض. أيوة. سالي. طبعا هذه هي الفتة الماما فتتتها علشان نحط عليها المرقة. طبعا حبايبي أذن قبل شويه وافطرنا. الحين بدنا نحط هنا هيك. انا حركتي وبركتي بتجنن. قولي بدنا نسقي الفت عندنا. طبعا حبايبي الحين احنا بدنا نسقي الفات عشان كله يكون مسقوق. مسقوق. لا اللغه العربيه تحكي وراكي قاعده. لا نسقي الفت عشان يتشرب الفت المرقه. طبعا حبايبي ماما قالت لي سقيها اكتر واكتر عشان لازم تكون مسقيه اكتر واكتر. نحط كده هيك. هلقيت طبعا بدنا نحط الشوربة في الصحون عشان يحب الشوربة يشرب منها. واللي سامعين صوته طبعا هي صفارة طنجرة الضغط اللي فيها الرز واللحمة. لا فيها بس الرز صح؟ ايوه فيها الرز. على فكرة هنحط شوربة عادية، والصحون الثانية هنعمل شوربة خضار، هنحط فيهم شوربة خضار للي حابب ياكل هيك واللي حابب ياكل هيك يعني. يلا حط الشوربة هنا. الفانوس هاد لازم ينشف. ما جابت لها الصحون يا عيني يا توتو. ونحط هنا صحن الشوربة تبعه. هاي شايفة يا سالي بجيبوا لك الصحن لعندك عشان تعرف بس. تفضل. هذه الدقة وهي اللي جايين بدها الصوب عصير السوبيا. العصير اللي انا عملته.
ايوه برافو عليك يا لجين. هي بتصب العصير يا لجين. سقيت البش. سقت اللي دق عصير صوبيا. ذكرت موقف بغزة يوم ما سقينا المقلوب عصير. خربنا. ذاكره وقت تسقي هلقيت ما الطاوله. كوبايه للاخر لانه انت مش مسيطره على اخر كوبايه. انا مسيطرة. لا ثلثين مش انت مسطره انت. اللي بجهز الطاوله ايش اكثر حاجه مهمه نسياها؟ الديكور. الايش؟ الديكور. مين اخذ؟ شوف انا اخذته. شوف هذا للمطبخ مش الصاله. جهزت الصينيه طبعا. بسم الله. طبعا البنات ناسين يحطوا عليها اهم حاجه للسوبيا هي عسل. هم نحط عسل او سكر بس انا بستخدم عسل طبعا. فرجعنا خلطناها تاني بس مش مشكله يعني المهم الاكل جهز. بدنا نفتح صينيه الريش. يلا نسمي بالله. يا عيني يا عيني يا عيني. اشي فاخر من الاخر. ما شاء الله لونها كتير حلو. والريحه حلوه. فين الريحه كثير كثير حلوه. لقيت اجى وقت التزيين باللوز. طبعا صينيتنا جهزت. صينيتنا جهزت. حركاتك يا سوسو. زودي زودي. يا عيني يا عيني يا سوسو. برافو عليكي. نورت لجين. نورك. يلا حبيبتي عشان تاخذ الصينية هم مستعجلين على الفطرة. يلا زينوها. طبعا بقدونس رش هيك رش خفيف. ايوه خلص بكفي. يسلموا هالايدين والليمون. حط هيك 4 ليمونات. برافو. خلينا هلقيتها نروح نودي الفتة بالريش على الطاولة. اخيرا نحط الفطور. يلا الصينية هذه صينية الفتة بالريش مشوية بالفرن. وصينية المعلوجين برضو الريش عاملاها سلق تمام عشان ناخذ كنا منها المرقة وبرضو تتبيلتها وطعمها كتير طيب وزاكي بيكون. يلا نسمي بالله. يلا نحط. ويلا هينا حطينا الريش ويلا نفطر. دمدم عظامك. مكان يا سيدي. هي ماما بدها تحط لحمود طبعا. بسم الله. يا عيني يا نونو. ازود. والله يا نونو طلع ما شاء الله كيف دايبه دوب.